ايه ده؟ انا رجعت انا رجعت لليوتيوب تاني. السلام عليكم، ازيكم؟ انا رجعت لليوتيوب تاني، والنهارده هجاوب على الاسئله اللي بتدور في بالك، زي انت كنت فين الفتره اللي فاتت؟ الحقيقه كنت هنا او هنا على اليوتيوب، المكان المفضل بالنسبه لي. السؤال الاهم هو انتوا كنتوا فين، وكنتوا فين من وقت كورونا؟ والاسعار اللي بتزيد كل يوم، والدولار اللي معيشنا دور السلحفاه اللي ما بتتحركش نص سنتي. الدولار فلت ومحدش قادر عليه. اي والله يا سعاده البي، الدولار فلت. اربطوا الدولار. بس الحدث الاكبر في 2023 هو ان الارجنتين فازت بكاس العالم، واللي كان مقام في دولة قطر الشقيقة، دولة عربية، ونظمت حدث تاريخي هيتحكي للأجيال اللي جاية. خلينا متفقين ان الجمهور او اي حد بيشوف فيديو فهو ممكن يتنازل عن جودة الصورة، ولكن مش ممكن يتنازل انه يسمع صوت مش كويس. يعني مثلا لو الصوت اللي انت تسمعه دلوقتي مش كويس، اكيد لا. اي حد بيشوف فيديو على اي منصة مش بيكون مهم ابدا جودة الفيديو، ولكن قبل ما تكمل الفيديو اتاكد انك عامل اشتراك في القناه ودايس لايك للفيديو، عشان ده مهم جدا في انتشار المحتوى. على سبيل المثال لو الفيديو 4K ولكن الصوت مش واضح، مش باين ملامحه ولا مفهوم الكلام اللي بيتقال فيه، في الغالب هتقفل الفيديو. الحقيقه ده سبب من الاسباب اللي بيخلي اي حد من صناع المحتوى انه يبطل او يوقف يعمل محتوى، وده بيرجع لحاجات كتير، منها ما بيكونش فيه بادجت، او ان هو يصرف على معدات الصوت، وبيكون هو لسه في البدايه اصلا، فدي حاجه محبطه جدا. بس المهم اني رجعت تاني لليوتيوب. من الحاجات الحلوه اللي حصلت لي الفتره اللي فاتت هي ان قابلت ابو زيد. ايوه، هو ابو زيد، احمد ابو زيد، صاحب قناه دروس اونلاين والغني عن التعريف، واغلبنا او اغلب الناس يعرفوا قناه احمد ابو زيد. الفتره اللي فاتت ومن اهم المواقف اللي حصلت معايا اني قابلت احمد ابو زيد وقعدت معاه واتكلمت بشكل شخصي معاه، والحقيقه كانت من امتع الحاجات اللي حصلت لي في الفتره اللي فاتت. ولكن من ضمن الحاجات السلبيه اللي حصلت لي برضه هي اني سبت الشغل زي ما انت سمعت. وبغض النظر عن القرار نفسه وايه اسبابه وليه اتاخد، الاهم اني لسه عايش، لسه موجود. ايوه، انا هنا بعمل الحاجه اللي بحبها، اللي بكون مبسوط، اللي ما بكونش محتاج شغف وانا بعملها، هي نفسها شغفي في الحياه. بس المهم وانا بكتب الفيديو ده ما كنتش عارف اكتب ايه، ودي حاجه صعبه. بس الفتره اللي جايه كلها تحديات. ايوه، تصوير كتير، مونتاج كتير، فيديوهات اكتر واكتر، يعني مش هتقدر تغمض عينيك. روتانا سينما، واو. بس يا اخي لحظه شويه، فجر المقطع يا اخي، انزل اضرب لايك دلوقتي ورجع لنا تاني. بس من الحاجات الكويسه برضو ان بقى عندي وقت لليوتيوب، وقت افكر، وقت اكتب، وقت اسجل واعمل مونتاج. وانت عليك بس تعمل لايك وتشترك في القناه وتستمتع بالمحتوى. بس ده كل الموضوع. شكرا، اشوفكم فيديو جديد.